التغيير الحقيقي كتير بيفتكروه مستحيل، بس الحقيقة إنه ممكن جدا. النهاردة هنكتشف سوا إزاي نقدر نغير حياتنا من جوا لبرا. أهلا بيك، فعلا موضوع مهم جدا. طيب ما تقولنا إيه أول خطوة في رحلة التغيير دي؟ أول حاجة لازم نبدأ بيها هي نفسنا. قبل ما نفكر نغير العالم كله، لازم نغير اللي جوانا الأول. زي ما الحكمة بتقول: من غير نفسه غير العالم. كلام جميل، بس إزاي نعمل كده عمليا؟ أول خطوة هي إننا نسأل نفسنا سؤال مهم: أنا محتاج أغير إيه في نفسي عشان أكون الشخص اللي بحلم أكونه؟ السؤال ده بيخلينا نركز على التغيير الداخلي. فهمت، يعني بدل ما نحاول نغير الظروف اللي حوالينا نبدأ بتغيير نفسنا. بالضبط كده. وبعد ما نحدد إيه اللي محتاج يتغير، نبدأ نركز على العادات الصغيرة. مثلا نصحى بدري شوية، ناكل أكل صحي، أو نقرأ كل يوم ولو صفحة واحدة. بس دي حاجات بسيطة قوي، هي فعلا ممكن تحدث فرق؟ طبعا، الحاجات الصغيرة دي تتراكم مع الوقت وبتخلق تغيير كبير. زي ما الحكيم الصيني لاو تسو قال: الرحلة الطويلة تبدأ بخطوة واحدة. حلو قوي المثل ده. طيب إيه تاني ممكن نعمله؟ النقطة الثانية المهمة هي الكلام اللي بنقوله لنفسنا. عارفة إن 80% من أفكارنا اليومية سلبية؟ ده بيأثر جامد على حياتنا. يا نسبة كبيرة قوي، إزاي نغير الكلام ده؟ ممكن نبدأ نكتب عبارات إيجابية ونعلقها في أماكن واضحة. كل ما نشوفها نقولها لنفسنا بصوت عالي. الكلمات دي تعمل زي البرمجة لعقولنا. فكرة حلوة، يعني لو قلت لنفسي أنا قوي وأنا قادر، ده هيفرق؟ أكيد هيفرق. في دراسة عملها الدكتور ماسارو إيموتو، أثبتت إن الكلمات الإيجابية بتأثر حتى على جزيئات المياه، فما بالك بتأثيرها علينا. ده كلام مذهل. طيب إيه كمان ممكن نعمله عشان نبرمج عقولنا على النجاح؟ في تقنية قوية اسمها الصور الذهنية، يعني تتخيل نفسك وإنت بتحقق هدفك، تحس بكل التفاصيل. لو بتحلم بوظيفة معينة، تخيل نفسك فيها، إنت بتشتغل وبتنجح. ده زي ما أكون بعمل فيلم في دماغي؟ بالضبط كده. وده مش مجرد خيال، ده له تأثير حقيقي. الرياضيين المحترفين بيستخدموا التقنية دي كتير قبل المنافسات. حلو قوي. طيب إيه آخر نقطة في رحلة التغيير دي؟ آخر نقطة هي إننا نتعلم من كل موقف بنمر بيه، حتى المواقف الصعبة والفشل. زي ما توماس إديسون قال: أنا لم أفشل، لكني وجدت 10,000 طريقة لا تعمل. كلام حكيم جدا، يعني الفشل مش نهاية الطريق. أبداً، الفشل هو بداية جديدة وفرصة للتعلم. كل موقف صعب بنمر بيه ممكن نسأل نفسنا: إيه الدرس اللي ممكن أتعلمه من ده؟ فهمت، يبقى التغيير الحقيقي بيبدأ من جوانا، من تغيير أفكارنا ومعتقداتنا وعاداتنا. صح جدا. وباستخدام قوة الكلمات الإيجابية والصور الذهنية، نقدر نبرمج عقولنا على النجاح. وكمان ما ننساش إن كل موقف في حياتنا هو فرصة للتعلم والتطور. بالضبط. وعايز أضيف حاجة مهمة: التغيير مش بيحصل في يوم وليلة، ده عملية مستمرة محتاجة صبر ومثابرة. كلام سليم. طيب ممكن تلخص لنا أهم النقط اللي اتكلمنا عنها النهاردة؟ أكيد. أول حاجة نبدأ بتغيير أنفسنا من جوا. تاني حاجة نركز على العادات الصغيرة. ثالث حاجة نستخدم قوة الكلمات الإيجابية. رابع حاجة نستعين بالصور الذهنية. وأخيراً نتعلم من كل تجربة بنمر بيها. تمام، وأنا عايزة أضيف إن التغيير ده مش سهل، بس بالتأكيد يستاهل. فعلاً. وزي ما الفيلسوف اليوناني هيراقليطس قال: التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في الحياة. فخلينا نستغل التغيير ده لصالحنا. كلام جميل. طيب إيه توقعاتك للمستقبل في موضوع التغيير ده؟ أتوقع أن الناس هتبدأ تهتم أكثر بالتطوير الذاتي والنمو الشخصي. وأعتقد أن التكنولوجيا هتلعب دور كبير في مساعدة الناس على التغيير الإيجابي. فعلا، شكرا ليك على الحوار الممتع ده. العفو. وأتمنى أن كل اللي سمعنا يبدأ رحلة التغيير من دلوقتي. فاكرين، كل يوم هو فرصة جديدة لو اخترنا نشتغل على نفسنا. كلام جميل، ونختم بيه حلقتنا النهاردة من جين اف ام. شكرا لكل المستمعين، ونشوفكم في حلقة جديدة.